كانوا يصفقون له وهم يدرون انهم توهم شافوا جريمة قتل حقيقية. اسمه الكامل جواكين فيريرا دوس سانتوس. العمر وقت الجريمة 36 سنة، وكان ممثل هاوي ويشتغل في مسرح شعبي محلي معروف بين الناس بالهدوء والانضباط. في الخفاء كان جواكين يعاني من اضطرابات نفسية، ويعتقد ان الفن صار مزيف وان الناس ما عاد يحسون بشيء حقيقي. كان مقتنع ان المسرح لازم يرجع للحقيقة حتى لو بدم حقيقي. افكاره الغريبة كبرت، ومع الوقت صارت هوس تطارده لدرجة انه يقرر يحول مشهد تمثيلي الى جريمة حقيقية. في عام 1998 شارك جواكين في عرض مسرحي بعنوان الدماء لا تجف، وكان دوره يمثل قاتل نفسي يطعن ضحيته. لكن في ليلة منتظرة وأمام الجمهور الحقيقي، جواكين بدل السكين المزيف وطلع سكين حقيقي من جيبه وطعن زميل الممثل ماريو كونتينو في صدره. الناس ما فهموا بالبداية وظنوا إنها خدعة مسرحية، لكن الصرخة كانت حقيقية والدم كان يسيل فعلا. جواكين وقف مبتسما وانحنى للجمهور كأنه أنهى أفضل أداء فني بحياته. خلال دقائق الشرطة طوقت المكان واعتقلت جواكين بدون مقاومة، ولما سألوه ليش قال بكل برود: أردت أن يشعر الناس أخيرا بشيء حقيقي.